مجموعه من الناس في موعد قال لي احنا الساتره اللي تنقد فينا، احنا نحبوك تخرج، وفما اللي توجهوا نحوي بالضرب والاعتداء بالسقيم. في الاخر جات لجنه الحمايه والتنظيم هي اللي خرجتني منهم. انا نقول انه الاعتداء هذا هو يعتبر اعتداء على كل صحفي نزيه حب يقوم بخدمته بكل استقلاليه وبكل مهنيه. انا نتعجب للموقف نتاع الصحفيين الزملاء اللي كانوا حاضرين في القاعه، لانه مبدا التضامن بين الصحفيين كان المفروض يخليهم ياخذوا موقف تضامني ويعبروا عن استيائهم اللي وقع، وهذايا مع الاسف الشديد ما قاموش به، على الرغم من انه فما شكون حدثهم وقالوا لهم يا اولادي راهو يضرب زميل كان الكل تضربنا. فهذايا انا نعتبر انه مؤسف، لانه هما يعرفوا الزملاء هذوما انا ايش عملت للصحفيين وايش قدمت وايش دفعت على حريه المهنه وقت اللي كانت الدفاع صعيب في عهد بن علي. هذه نقطه. النقطه الثانيه انا نعبر عن استغرابي واستيائي ايضا من السياسيين اللي كانوا حاضرين واللي خذوا الكلمه، واللي حتى واحد اشار للمساله وقال انه هذا عيب ومجيش، وخاصه فما شكون كان حاضر في القاعه اللي عمل خطاب وانا عملت معه اضراب جوع 32 يوم وما تكلمش، وهذا عيب، وهذا تتسجل له نقطه سلبيه في تاريخه. انا نقول انه السياسيين هذوما وما برزوا الا بالصحفيين، هما اللي يعرفوا بنشاطاتهم، هما اللي يتكلموا معاهم، هما يعملون في الحوارات، فبالتالي كان من باب اولى واحرى انه يتضامنوا مع صحافي يتعرض للاعتداء. النقطه الاخرى اللي تخوف البارح واللي هي تتجاوز الاعتداء علي انا، لاني انا تعودت في الاعتداءات الامنيه في عهد بن علي، اما اللي خوف انه تعود ميليشيات تاع التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل تحت غطاءات متعدده، وهذا هو الخطير الذي يجب ان ينتبه اليه الصحفيون وكذلك المواطنون التونسيون لحمايه الثوره التونسيه.